اهلا وسهلا، نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كي دايرين مع شي صهد. واش باقيين كتدخلوا الكوزينه ولا مازال؟ المهم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم افكار صيفيه غادي تعجبكم بزاف، سندويشات اللي خفيفه ولذيذه بلا عجين، ساهلين وسريعين، ومعاهم واحد كيكه ديال الشوكولاته راقيه كتذوب في الفم. اذا كنتي باغيه وصفات اقتصاديه وعمليه وتنقدك في هذا الصيف، ما عليك غير بهذا الفيديو، وبلا ما تسخني راسك بالعجين. هذا الفيديو ليك، حضر قهوتك ولا اتايك ولا عصيرك ولا كلاصك وخليك معايا حتى الاخير، حيت غادي نعطيكم حتى الاسرار باش ينجحوا من اول مره. يلا بينا نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا في الفيديو هنايا خديت عندي لي باغيت او الباريزيان اللي قسمتهم على جوج من الوسط وسرحتهم في هاد اللاطه هادي. اول حاجه الا بغيتي تجي هاد لي باغيت او هاد البيتزا او هاد الساندويشات معمرين يجيوك خفافين هشاشين وما يجيوش قاصحين، غتاخدي ليا بيضه وغدهني بها الوجه ديال لي باغيت او الباريزيان اللي عندك، غدهني بهم كلهم الوجه ديالهم. هي هذيك البيضه اللي غادي ديرها على الوجه هي اللي غادي تخلي هذوك الباريزيان ولا الباغيت مهشاشين. خديت هنايا لاصوص ديال الطوماط اللي جاهزه، كذلك دهنت بها الوجه ديال الباغيت. عندي هنايا الفرماج احمر، الفرماج احمر مخلط مع الموزاريلا. عندي كذلك لانشون، وقطعت الفلفله خضراء. الا عندك فلفله خضراء حمراء صفراء راه كتزيني بانه، عندي موجوده غير الفلفله خضراء، شديتها قطعتها قطع صغيره وزينت بها الوجه بحال الشكل ديال البيتزا تماما. عوض العجينه اللي غادي تدخلي للكوزينه وتبداي تعجني ودير هذه وخمري، ما عليك غير هاد الطريقه ساهله ماهله. نكمل لكم. ودرت هنايا الطون، كذلك درتو كل باكيطه درت فيها الطون صافي، وغادي نزين كذلك نعاود عاوتاني ندير الفرماج الاحمر والموزاريلا. هنا عندي مخلطين صافي، كندخلهم على الفران شويه كنسخنو، كندخلو الفران حتى كيذوب ليا، كنحس بهذاك الفرماج الاحمر داب. وهنا عندي الاعشاب المنسمه اللي زينت بها الوجه، كتعطينا، ولا عندك الزعتر كديريه. شوفوا كيفاش كيجي غزال. الا مثلا يعني كاينين الناس اللي خدامين كيديو معاهم الغدا ديالهم، هذا راه كيجي ساهل ماهل زوين. كذلك ديه اللانش بوكس ديال الغدا ديالك. حنا راه ساله ديال المدرسه، ولكن راه كاين اللي باقي خدام وتيدي معاه الغدا ديالو. غادي نعطيكم الطريقه اللي هنايا اللي درت. عندي هنايا الروز حلو، كنت ديجا شاركت معاكم. وهنايا عندي الفواكه صافي والعصير، ودرت هذيك هاد الساندويش هذا اللي شاركت معاكم صافي. هنايا شاركت معكم اول فكره اللي هي سندويشات صيفيه بلا عجين، خفيفه بنينه وسهله في التحضير. هاد الوصفه كتصلح الفطور، العشاء، الخرجات، البيكنيك، والاجمل انها اقتصاديه وما كتحتاجش وقت طويل. صافي هنايا شاركت معكم الفطور ديالي، حيت باقي مازال خدامين، ما غنسالي يقولي 10 لو 15 في شهر 7 صافي. وهنا غادي نحضر معكم واحد الكيكه ديال الشوكولات اللي كتجي شيشه رطبه ومذاقها روعه، سواء للضياف ولا مع كاس اتاي ولا قهوه، غادي تنال اعجاب الجميع ان شاء الله. وخلال الفيديو غادي نشارك معكم بعض النصائح اللي كيسهلوا التحضير وكيعطيو نتائج ممتازه. هنا غادي نعطيكم مقادير مضبوطه. عندي 2 بيضات بحراره الغرفه، عندي كاس معمر ديال السنيده كتخلطيهم مزيان بهذا الخلاط الكهربائي صافي. نخلطهم مزيان بالباتور اولا بالخلاط الكهربائي، او ممكن ديرهم غير بالخلاط اليدوي. هنا كاس معمر ديال الحليب دافي، كنبقى نخلط بشويه بشويه وكنمزج الخليط كامل لدرجه انه ما كيبقاش يعني صفر صافي. ديك السنيده كتذوب في البيض، في البيض. هنايا عندي دانون ديال البنان، وانا من عشاق ومن محبي الكيكه اللي فيها دانون ديال البنان، كنموت على كيكه فيها دانون ديال البنان، كتعجبني، كتعجبني ديك النسمه. عاوتاني ملي كطيب كتعطي واحد الريحه ما نقولش لكم. المذاق ديالها يا سلام، كيجي ديك النكهه ديال البنان يا سلام. شتي هنايا كاس معمر كذلك ديال الزيت صافي، معلقه ديال الكاكاو صغيره كما شفتوا، وعندي هنايا ساشيه ديال الكاكاو. عندي معلقه ديال الكاكاو صغيره هذاك ديال العبار، وعندي ساشيه ديال الكاكاو ديال هذا ديال البكيه. وهنا عندي معلقه صغيره ديال نيسكافي ولا قهوه سريعه الذوبان اللي ذوبت فيها الماء دافي، يعني خليتها كتذوب في داك الماء باش ما تبقاش محبحبه ليا في الخليط ديال الكيك صافي. وهنا درت فانيا، انا كتعجبني الكيكه اللي كتكون منسمه وفيها يعني بنه اللي هي زوينه. الكيس بالنسبه للطحين اللي كفاني هنايا عندك من 2.5 كيسان حتى ل3 كيسان ديال الدقيق فورس اللي ديجا مغربل. يعني كميه الدقيق كتبقى على حسب نوعيه البيض اللي عندك، وكذلك على نوعيه الدقيق اللي عندك. يعني هنا فين كتبقى الكميه ديال الدقيق
الكاس الثالث كتبقاي بشويه بشويه. وانا اللي كفاني انا في هاد الكيكه هادي 3 الكيسان بالتمام والكمال. هذاك الثالث دائما نص كديريه كامل، والنص الثاني كتحاولي انك تطربي في نفس الوقت كتشوفي واش الخليط يعني تجمع ديال الكيكه تجمعات ولا باقي خاصو. انت مازال زدت 3 الكيسان ونص. وعندي 2 خمارات اللي ديجا غربلتهم باش ما يبقاوش محبحبين في الكيك ديالنا. صافي هنايا كنكون ديجا موجده المول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه هادي. هنايا شوفوا الخليط كيفاش جا، شتي صافي كيكون ما هو خفيف ما هو ثقيل، يعني عاقد هذاك الخليط باش الكيكه ما كتهبطش لينا وكتجي منفوخه. شتيها حاجه واحد النسمه ما بين الشوكولاط والفاني ودانون ديال البنان، يا سلام سلم. وهنايا خديت هذا المول ديال هذا الكيك هذا اللي دهنته بالزيت، ودرت هنايا اللوز ايفيلي، درت عوض الطحين. يعني دائما كنتفنوا ماشي بالضروره اننا نفندو هذاك المول اللي عندنا نفندوه في الطحين، ندير فيه الجنجلان الشوفان اللوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي اللي كان ندير، ما كانش كندير الدقيق. المهم غير ما تلصقش ليا الكيكه في المول اللي عندي. صافي هنايا ديجا يلا شعلت الفران وخشيت فيه مباشره الكيكه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كي كيجي الخليط هانتوما. جات الكيكه هائله. انا غادي نقطعها معكم ملي تخرج من الفران وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديال الكيك. جربوا هاد الوصفات، هادو وصفات صيفيه اقتصاديه سهله وهما يعني كيخليوك انك تدخلي الكوزينه في هاد الصيف. صافي هنايا غادي نزين الوجه ديال هاد الكيك هذا. درت كذلك اللوز ايفيلي من الفوق. اي حاجه عندك ممكن تزيني بها، ديري فيها لوز ايفيلي، ديري فيها بيبيتو شوكولا، ديري فيها اللوز، عندك الكركاع. عرفتي كي كتجيب المكسرات هاد الكيكه كتجي رائعه. انا داكشي اللي بقى عندي في بيبيتو شوكولا شديتها زينت بها الوجه ديال هاد الكيكه ودرت فيها اللوز ايفيلي. صافي دخلتها الفران وها هي من بعد ما خرجت من الفران كيفاش كتجي منفوخه، كتجي ناضيه. شوفوا جربوها بهذه الطريقه هذه اللي انا شاركتها معكم وردوا عليا الخبر. صافي هنا غادي ناخذ واحد الطبسيل اللي غادي نديمو ليه فيها هاد الكيك هذا وشوفوها كيفاش جات طالعه. يا سلام شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات طالعه، شفتوها راه باين. وشوفوا كيفاش ملي كديري اللوز ايفيلي ولا هذاك الشوفان كدهني به الوجه ولا كدردري به القاع ديال المول ديال الكيكه. شفتوا كيفاش داير. صافي هنا غادي نقطع معكم الكيكه وغادي تشوفوا كيفاش دايره. المهم بدون ما نقطعها الى هنا وصلنا نهايه فيديو اليوم. كنتمنى تكون الوصفات ديال هذا النهار عجباتكم واستفدتوا منها وتجربوها ان شاء الله، وردوا عليا في التعليقات شنو هي النتيجه او كيف كانت النتيجه او كيف خرجت معكم النتيجه وشنو بغيتي تشوفي معايا في الفيديوهات الجايه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا القناه مع الاحباب ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا من الفوق زينتها بقى عندي واحد شويه ديال الحليب المركز ودهنت بها الوجه ديال الكيك هنايا. صافي هنا غادي نقطع معكم شوفوا كيفاش جات. شوفوا كي غادي كتجي مشفنجه مهويه فنه عرفتي مع كاس ديال القهوه. يا سلام كي كتجي وداك اللوز ايفيلي من التحت ومن الفوق والبيبيتو شوكولا. يا سلام. وهاد البيبيتو شوكولا ما عنديش هذاك الحلو، عندي بيبيتو شوكولا بالنسبه ديال يعني عنده فيه نسبه ديال الشوكولات نواخ. عرفتي جا رائع. كانت معكم فاتي من قناه لايف ستايل فاتي. كنقول لكم الله يحفظكم بالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.